في عالم تطوير الويب في أدوات كتيرة قوي بتشتغل في الكواليس. حاجات كده زي السحر هي اللي بتخلي تجربة استخدام المواقع سلسة وسريعة. النهاردة هنفك شفرة أداة من أهم الأدوات دي، وهنشوف إزاي بالظبط بتشتغل كأنها مصنع ذكي بيحول أكوام الأكواد لتطبيقات سريعة وممتازة. خلينا نبدأ بسؤال أكيد كلنا بنلاحظه وبنسأله لنفسنا: ليه ساعات ندخل على موقع شكله جديد وتفاعلي ونلاقيه تقيل قوي وبياخد وقت طويل عشان يحمل؟ السؤال ده هو مفتاح كل حاجة، لأنه بيوضح المشكلة اللي أداة زي ويب باك جاية تحلها، سواء للمستخدمين اللي بيعانوا من البطء أو للمطورين نفسهم. الحقيقة المعادلة صعبة. كلنا كمطورين عايزين نبني تطبيقات ويب غنية ومليانة مميزات تخلي المستخدم مبسوط، بس في نفس الوقت ده بيخلق مشكلة كبيرة على أرض الواقع. النتيجة بتكون ملفات حجمها ضخم جدا، وبالتالي المستخدم بيستنى وقت طويل قوي، فبيبقى في صراع دايما بين المميزات الكتير والأداء السريع. وعشان نتخيل حجم المشكلة دي بالأرقام، تطبيق معمول برياكت مثلا، حجم ملف الجافا سكريبت بتاعه ممكن يوصل بسهولة من 500 كيلو بايت ل 2 ميجا بايت. يمكن الرقم ده ما يبانش كبير لو النت سريع، بس تخيل حد فاتح من موبايله وباقة نت محدودة. ده معناه ثواني زيادة من الانتظار، وثواني كفيلة إنها تخليه يزهق ويقفل الموقع خالص. أصل المشكلة كلها هي فكرة الملف الواحد الضخم من غير أي تحسين أو optimization. كل أكواد التطبيق، حرفياً كل سطر كود لكل خاصية في الموقع، بتتجمع كلها في ملف واحد عملاق، وده اللي بنسميه مجازاً لعنة التطبيقات الكبيرة. تخيل معايا الموقف ده: مستخدم دخل على الصفحة الرئيسية، بس كل اللي هو عايزه إنه يشوف أول صفحة. في الحالة دي هو بيضطر يحمل الكود بتاع الداشبورد وصفحة الإعدادات وكل خاصية تانية موجودة في الموقع، حتى لو عمره ما هيدخل على الصفحات دي. ده طبعاً إهدار كبير جداً للوقت والبيانات الإنترنت. وهنا بقى بيجي دور البطل بتاعنا، ويب باك. نقدر نعتبره كده زي مدير المصنع الذكي والمنظم جدا. وظيفته إنه ياخد كل المكونات والملفات بتاعة الموقع دي وينظمها ويرتبها عشان يضمن إن كل حاجة بتشتغل بأحسن وأسرع شكل ممكن. طيب إيه هو ويب باك ده بشكل رسمي؟ ببساطة هو أداة قوية جداً لتجميع الموديولات أو الوحدات البرمجية لتطبيقات الجافا سكريبت. هو بياخد كل الملفات دي بالاعتماديات بتاعتها، سواء كانت جافا سكريبت أو ستايل CSS أو حتى صور، وبيجمعهم كلهم في ملفات نهائية محسنة وجاهزة للمتصفح. والعملية دي كلها نقدر نشبهها بخط تجميع في مصنع. أول حاجة بيبدأ من نقطة الدخول اللي هي الملف الرئيسي للتطبيق. بعد كده بيبني خريطة كاملة للاعتماديات عشان يعرف مين بيعتمد على مين. بعدين تيجي مرحلة المعالجة، وهنا بيستخدم أدوات اسمها loaders عشان يفهم أنواع الملفات المختلفة زي ال CSS والصور، وبلوجنز عشان يعمل عمليات متقدمة زي تصغير حجم الملفات. وفي الآخر خالص بيطلع منتج نهائي، حزمة أو أكتر من الملفات المحسنة اللي المتصفح يقدر يفهمها ويشغلها بسرعة. طيب، ويب باك مش بس بيحسن تجربة المستخدم، لا ده كمان بيغير حياة المطورين للأحسن ب 180 درجة. واحدة من أقوى مميزاته على الإطلاق هي خاصية اسمها Hot Module Replacement أو HMR. زمان كانت عملية التطوير مرهقة ومملة. المطور كان يكتب شوية كود، يعمل سيف، وبعدين يستنى الصفحة كلها تعمل ريلود من أول وجديد عشان يشوف التغيير. والمشكلة إن مع كل ريلود أي حاجة كان عاملها في الصفحة بتروح. يعني لو كان كاتب بيانات في فورم أو فاتح قائمة معينة، كل ده بيضيع. كانت عملية محبطة بصراحة. مع HMR بقى الوضع اختلف تماماً. دلوقتي ويب باك بيحدث بس الجزء اللي اتغير من الكود في نفس اللحظة، من غير ما يعمل ريلود للصفحة كلها. بيقدر يضيف أو يشيل أجزاء من الكود والتطبيق شغال عادي. والأهم من كل ده إنه بيحافظ على حالة التطبيق. يعني لو كاتب حاجة في فورم هتفضل موجودة. الإحساس بيبقى كأنك بتعدل ال CSS من الديف تولز بتاعة المتصفح. سحر حقيقي. دلوقتي نرجع تاني لتجربة المستخدم. ويب باك بيقدم حل عبقري لمشكلة الملف الواحد الضخم اللي اتكلمنا عليها في الأول. الحل ده اسمه تقسيم الكود أو كود سبليتنج. لو بصينا على الحزمة الكبيرة دي هنلاقي إن الكود اللي المستخدم محتاجه فعلاً أول ما يفتح الموقع ممكن يكون بيمثل 20% بس من الملف كله. طب و80% الباقيين دي أكواد لصفحات ومميزات تانية هو مش محتاجها دلوقتي خالص. يعني من الآخر أغلب اللي بيتحمل بيكون على الفاضي في الأول. تقنية الكود سبليتنج بتعمل إيه بقى؟ ببساطة بتقسم الكود بتاعك لقطع أو حزم أصغر، والحزم دي بيتم تحميلها لما نحتاجها بس، بدل ما كل حاجة تتحمل مرة واحدة من الأول. نقدر نقول إن ده هو قسم الشحن الذكي في مصنع ويب باك بتاعنا. بيبعت لكل مستخدم الطلب بتاعه بس في الوقت اللي هو محتاجه.
وفي استراتيجيات مختلفة عشان نطبق الكود سبليتنج ده. أشهرها هو التقسيم على حسب المسار أو الراوت، يعني كل صفحة يبقى ليها ملف الكود الخاص بيها. في كمان تقسيم على مستوى المكونات التقيلة بحيث ما تتحملش إلا لما المستخدم يضغط على زرار معين مثلا. وفي تقنية ذكية جدا اسمها بري لودنج، ودي بتبدأ تحمل كود صفحة معينة في الخلفية لو توقعت إن المستخدم غالبا هيروح لها، فلما المستخدم يضغط على اللينك يلاقي الصفحة ظهرت في لحظتها. في النهاية، ليه المصنع ده أو أداة زي ويب باك مهمة قوي كده؟ يعني إيه الفايدة النهائية اللي بتعود على المطورين والمستخدمين في آخر المطاف؟ الخلاصة إن الفوائد كتيرة ومهمة جدا. بالنسبة للمستخدمين ده معناه أوقات تحميل أسرع بكتير واستهلاك أقل لباقة الإنترنت، وبالنسبة للمطورين تجربة تطوير أسرع وأريح بفضل حاجات زي HMR. ده غير إنه بيضمن إن الكود يشتغل على كل المتصفحات حتى القديمة منها، وبيطلع كود نهائي جاهز ومحسن لأقصى درجة عن طريق تقنيات زي المينيفيكيشن اللي بتصغر حجم الملف، وتقنية تانية عبقرية اسمها تري شيكينج أو هز الشجرة، ودي بتشيل أي كود مش مستخدم خالص من الحزمة النهائية. وهنا نوصل لنقطة مهمة جدا لازم نفكر فيها. أداة البناء اللي بنستخدمها مش مجرد أداة تقنية مساعدة، هي جزء لا يتجزأ من تجربة المستخدم النهائية. والسؤال اللي لازم كل مطور يسأله لنفسه هو: هل التجربة اللي ببنيها دي فعلا هي أفضل تجربة ممكن أقدمها للمستخدمين؟